السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. أخواني وأخواتي، عساكم بخير. معكم الشيخ الروحاني عبد العزيز أبو سلطان. اليوم راح نتكلم عن عملية تنزيل الفلوس لأحد الأشخاص من السعودية. شوفوا أخواني، هاي الفلوس بين يدين الرجال، هو الحين جالس يتفقدها ويتأكد منها. شوفوا هذا الاسم حقي شلون موجود فوق الفلوس، يعني الموضوع أبد ما هو بعملية فبركة أو نصب، والحمد لله يعني شيء أكيد 100%. والحمد لله ما محتاج الشهادة من أي إنسان. وأنا سبق وقلت لكم، أنا لو مو الناس طلبت مني أطلع وأتكلم عن موضوع تنزيل الأموال ما تكلمت، لأن أنا ما محتاج فلوس وأنا محتاج شهرة، والحمد لله بيتي مليان ناس تجيني تتعالج من المشاكل الروحانية والسحر، وناس تبي تنزل الفلوس، يعني كل إنسان وحاجته. والشيء الثاني اللي خلاني أتكلم بهذا الموضوع هو كثرة عملية النصب، مستغلين حاجة الناس. وارجع أقولكم لا تنخدعون بالأشخاص التي تدعي بالعلم الروحاني، هذا الموضوع كثير حساس. أنبهكم من النصب، وأنا الحمد لله يعني هي الفلوس وهذا اسمي فوق الفلوس، يعني الحمد لله شيء مضمون وصحيح. وما أرجع أعيد الكلام، هي الفلوس ممكن يجي شخص يقول المبلغ قليل يا شيخ، هو ممكن يكون قليل لكن يكفيك تعيش أنت وأولادك عيشة طيبة، مكتفي، ما محتاج أي إنسان. وسبب قلة الفلوس حسب الشيء اللي نزل فيه الفلوس. الرجال فلوسه قليلة ما راضي يتسلف من أحد. قال لي شيخي أنا ما أحب أفوت بمواضيع الدين والسلفة، أنا راضي بقسمتي ونصيبي، واللي يجي من الله الحمد لله راضي بيه. وأنتم شفتم الفيديو، شفتم الفلوس الحمد لله نزلت للرجال وتأكد منها. طبعا أنا ما راح أذكر إيش المواد اللي ينزل فيها، لأنه في كثير ناس ذكرت المواد اللي ينزل فيها الفلوس لكن ما فيهم اللي صدق. وأنا ما يهمني كثر الكلام ولا أني بشرح إيش المواد اللي أحتاجها. اللي يبي يستفسر يجي يكلمني وأنا أعطيه الجواب الشافي والمعافي. وإن شاء الله راح نتكلم عن مواضيع كثيرة. إذا بشوفكم تفاعلتم مع الدروس اللي بنزل لكم شروحات أكثر إن شاء الله، وعن مواضيع كثيرة بخصوص تنزيل الأموال وبخصوص العلم الروحاني بخصوص السحر وجلب الحبيب. بتكلم عن المواضيع كاملة إن شاء الله. كل ما بشوف تفاعل أكثر بنزل لكم شروحات أكثر. ومرة ثانية أقولكم اللي يحب يستفسر أو عنده شيء يجي يكلمني، ترى السؤال مجانا والكشف مجانا. وحياكم الله أخواني أخواتي، كان معاكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.